تعال عزيزي المشاهد، خليني أحكي لك عن لقاء ريال مدريد وليفربول اللي راح يجمع الفريقين مساء اليوم على أرضية ملعب أنفيلد. 11 مباراة سابقة، 7 انتصارات لريال مدريد، 3 انتصارات لليفربول وتعادل وحيد. ريال مدريد سجل 16 هدف واستقبلت شباكه 10 أهداف. فعليا حديث الصحافة في الفترة الحالية عن مين المنفذ الأول لركلات الجزاء، خاصة إنه مبابي ضيع في الكلاسيكو وفينيسيوس ضيع في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا. إجابة تشافي ألونسو كانت واضحة، قال المنفذ الأول هو مبابي. وبعدين إذا صار ركلات جزاء أخرى خلال نفس المباراة، اللاعبين بيتفقوا بين بعض مين هو المنفذ. بالنسبة لأرني سلوت، امتدح ريال مدريد وقال إنه مصدر القوة في دوري الأبطال، وإنه دائما هو فريق قوي سواء الموسم الماضي أو الموسم الحالي، لكن قال إحنا كمان فريق مميز وقوي وقادرين على المنافسة. بالنسبة لتشافي ألونسو، استعاد ذكرياته في ليفربول وقال إنه الفترة اللي قضاها في ليفربول كلاعب 5 سنوات تحت قيادة رافا بينيتز ساهمت في بناء شخصيته ووصوله بعد ذلك كلاعب لريال مدريد والآن كمدرب، وإنها يعني أكسبته الكثير من المهارات وما كانت مجرد فترة مرت عابرة في حياته. بالنسبة لأرنولد كمان يخوض مباراة خاصة جدا، لأنه كان واحد من عظماء ليفربول قبل أن يصل إلى ريال مدريد كظهير أيمن في المركز الأساسي. وطبعا كان أرنولد غايب عن لقاء فالنسيا بسبب الإصابة. الآن سيعود أرنولد أمام فريقه السابق ليثبت أحقيته في مركز الظهير الأيمن مستغلا غياب كارفاخال. لذلك يعني بعيدا عن المباراة على أرضية الملعب، المباراة فيها الكثير من الصراعات الشخصية، وهي واحدة من كلاسيكوهات كرة القدم الأوروبية، لذلك لها طعم خاص ومميز جدا. مع تمنياتي لكم جميعا بمشاهدة ممتعة.